عليكم. هددني عميل المخابرات البريطانية كريم مولاي في صفحته بأنه سيلجأ إلى مقاضاتي، لأنني ذكرت في صفحتي بأنه عميل للمخابرات، ونشرت نص الحكم الذي يعلن إفلاسه بعد مشاكله مع الدائنين، وهذا الحكم موجود في صفحتي على الفيسبوك. أولا سأتعرض إلى الشق الأول، وهو إعلان إفلاس هذا العميل، وقد كان في يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010. سأقرأ النص باللغة الإنجليزية ثم أحاول ترجمته إلى اللغة العربية. Friday the 29th of October 2010, Sequestrations, Bankruptcy, Scotland Act 1985. Karim Moulay. The estate of Karim Moulay, 1544 Great Western Road, Annie Land, Glasgow, Lanarkshire, G150AY, was sequestrated by the Sheriff at Glasgow on 4 October 2010, and George Dylan Lafferty Wilson Andrews, 145 St Vincent Street, Glasgow, G2 5JF, has been appointed by the court to act as a trustee on the sequestrated estate. Any creditor of the debtor named above is invited to submit their statement of claim in the prescribed form, together with any supporting accounts or vouchers to the trustee. For the purposes of formulating claims, creditors should note that the date of sequestration is the 10th of September 2010. George Dylan Lafferty, trustee. Wilson Andrews, 145 St Vincent Street, Glasgow, G2 5JF, 26th of October 2010. فترجمة النص باللغة العربية باختصار أن هذا العميل تم التحفظ على بعض أملاكه والعناوين المذكورة نتيجة لإفلاسه، ويدعو يعني مصدرو هذا الإعلان، إعلان الإفلاس، كل الذين كل الدائنين الذين أقرضوه أي أموال أو لديهم معه أي مشاريع اقتصادية أن يتقدموا لتصفية ديونهم. هذا النص موجود وأنا أتحداه أن ينكره، والنص أنا أخذته من نشرية قضائية موجودة في جلاسكو، من مصدر موثوق ومؤكد. الشق الآخر هو إنكاره لكونه عميلا للمخابرات البريطانية وتهديده لي بمقاضاتي على هذا الاتهام. أنا طبعا سأرد، ولكن بدليل، والدليل موجود في الحوار الذي قامت به معه قناة الحوار قبل 2 سنين، والحوار موجود، وسأضع هنا مقطع من هذا الحديث يثبت أن هذا الرجل عميل المخابرات البريطانية باعترافه، ولا أقول إلا عهر وصفاقة. بلغ به الأمر أن يكون عاهرة جريئة وقحة. ولكم الحكم. جرائمك هذه بالأهوال تحتاج ربما إلى 20 توبة نصوحة حتى تغفرها. أنت في الحقيقة عدت إلى العمل كعميل للمخابرات، إن لم تكن الجزائرية فهي البريطانية. نعم. على كل حال الوقت للأسف انتهى. سيد كريم مولاي، العميل السابق للمخابرات الجزائرية، والعميل السابق للمخابرات الليبية، والعميل السابق ولا أدري لا زلت الحالي للمخابرات البريطانية الخارجية منها والداخلية. أشكرك جزيل الشكر سيدي. عفوا.